اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير على عيونكم جميعا، صباح الرضا، صباح المحبة، صباح التفاؤل، صباح كل حاجة حلوة في حياتنا. ربنا يسعد أيامنا وأيامكم جميعا يا رب العالمين. النهاردة بقى جاية لكم بفيديو خفيف كده، حتى هو مش طويل، يعني مدته أقل من الفيديوهات اللي بنزلها. قلت ايه، اصبح على حبايب قلبي كده واشارككم ايه يومي البسيط كده بدايته. دخلت على المطبخ بقى، كان متبهدل بقى من بالليل وكده، وكان الجو ساقع جدا جدا، فكسلت صراحة اعمله من بالليل. قلت خلاص بقى مش مشكلة، ايه الصبح. مع اني ما ببقى سايبة المطبخ مش نظيف وكده، انا الصبح ببقى قلقانة في النوم، يعني عايزة اقوم من النوم عشان ادخل اروق المطبخ. فاهمين قصدي؟ بس انا كمان عشان المطبخ عندي صغير قوي فبيتكركب ويتبهدل، بحس كل حاجة بقت فوق بعضها، فلازم بتبقى ايدي فيه اول باول، لان هو اساسا مش هينفع تتركم فيه حاجة، هو يعني مفهوش مكان. ربنا يوسع علينا يا رب وعليكم جميعا، وكل اللي في نفسه حاجة ربنا يحققها له يا رب. كل اللي بيتمنى حاجة من ربنا ولسه يعني دعوته متأخرة شوية، ربنا يستجاب لدعاه، ربنا يحقق لكل واحد فينا اللي بيتمناه وأكتر من اللي بيتمناه. لأن عطايا ربنا واسعة جدا، وما بيدي بيدهش بعطاياه. فربنا يدينا يا رب جميعا ويحقق لنا كل اللي بنتمنوه وأكتر، ويجعل السنة الجديدة دي فتحة خير وسعادة وهنا وفرحة علينا وعليكم، وعلى كل اللي بيسمعني دلوقتي يا رب. ربنا يفرح كل حد بيفرحني في القناة ويحط لي لايك. صدقيني اللايك مش هيفرق معاكي في اي حاجة، ولكن هيفرق معايا انا في ان الفيديو يتشاف. ان شاء الله عندي امل في ربنا ان القناة هتكبر بيكم باذن الله، وبتوفيق ربنا اولا واخيرا. آه، بس هنا بقى ايه، شايفين كمية المواعين؟ لا ده ولسه كمان في حلل جنبي، يعني في حلل مفيش مكان ليها، فاهمين قصدي؟ فابتديت بقى ايه، انا ابتدي ان انا ايه، يعني بحب ابتدي اول حاجة بالمطبخ، يعني بحب ان هو ايه اخلص منه اول حاجة كده. لان ما بيبقى مكركب كده يعني، ولا حتى بعرف اعمل كوباية قهوة نسكافيه اي حاجة، ما بعرفش، لازم اخلص منه الاول وبعد كده ابتدي اشرب. ممكن ابتدي بيه هو الاول واسيب البيت بقى، يعني اسيب البيت اما بقى افطر اشرب حاجة تفوقني كده. لكن المطبخ لا، ما اعرفش ان انا ادخل مثلا اعمل فنجان قهوة ولا اعمل اي حاجة او افطر وهو عامل كده، ما بعرفش. الساعة كمان بتكسل، الساعة مكسلانة خالص. ومتشجعي كده، ابتدي اول اليوم خلصي الحاجات اللي وراكي. آه، بصي قومي خلصي كده، وبعد كده اقعدي بقى ايه في روقان، اقعدي بمزاجك، بس ايه خلصي حاجتك وخلصي اللي عليكي. لاني صدقيني لو فضلنا ماسكين في السرير كده وماسكه التليفون وفي الساعه، مش هتتحركي خالص من مكانك. يعني اليوم اللي بيبتدي بكسل بيبقى كله كسل، لا اليوم اللي بيبتدي بنشاط كده وبتقومي كده تشوفي حالك وتشوفي اللي وراكي وتشوفي بيتك ودنيتك، لا اليوم كله بتحسيه خفيف وظريف كده ايه، وبيبقى كله نشاط. وخلصي اللي وراكي وبعد كده اقعدي براحتك. يعني انا كمان يعني مسرعة الفيديو عشان ايه ما يبقاش طويل عليكم يعني اكيد مش بالسرعة دي طبعا. بس دايما بقى وانتي بتعملي حاجة زي ما انتم متعودين معايا، ما تزهقوش مني طبعا، زي ما انا معوداكم معايا، ان طول ما انتي واقفة كده بتعملي حاجة مشغولة فيها، دايما خلي ذكر ربنا في لسانك.
خلي دايما الاستغفار بيفك الكرب، بيرفع البلاء، بيخلي نفسيتك مستقرة اكتر، بيخلي عندك هدوء اكتر، بيخلي عندك بركة في بيتك، في حياتك، في ولادك. بتبقي راضية كده، يعني ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هو فعلا كده. طول ما انت ذكر ربنا دايما في بقك وانت واقفة وانت بتعملي اي حاجة، هتحسي ان انت عندك سكينة، هتحسي ان انت عندك طمأنينة، هتحسي ان انت عندك هدوء وسلام داخلي كده. يعني اللي مجرب الاستغفار وكده هو عارف الاستغفار ده بيعمل معاه ايه. واللي مش مجرب، معلش، واللي مش مجرب صدقيني، اما هتخلي دايما الاستغفار والصلاة على سيدنا محمد دايما في لسانك، هتحس انها بتفرق في يومك، هتحس ان انت مبسوطة، هتحس ان انت عندك رضا. رضا بأقل حاجة، رضا بأقل الإمكانيات اللي عندك. هتحس ان انت بتحمدي دايما ربنا على كل حاجة حلوة في حياتك، حتى لو أقل من غيري. ما تبصيش لأي حد غيرك. طول ما انت بتبصي لحد غيرك او بتبصي اللي حواليكي او شغلة بالك بالناس او حاطة الناس في دماغك، صدقيني مش هترتاحي خالص. دايما بصي على الجانب الإيجابي اللي ربنا عطوهولك. كل واحد فينا اخد حقه ال 24 قيراط بس بصورة مختلفة. غيري ربنا مديها المال، انا اكيد مديني حاجة تانية. انا مديني ربنا الحاجة الفلانية، غيري ربنا مديله حاجة. فاحمدي ربنا دايما على النعم اللي انت فيها، على النعم اللي في ايدك وانت مش حاسة بيها. على كل حاجة حواليكي مهما كانت بسيطة وأقل من القليل، أكيد في اللي أقل منك، أكيد في اللي أقل منك. فرحي نفسك على قد إمكانياتك. ما دايما هقولك فرحي نفسك، فرحي نفسك، ما تنسيش نفسك وسط لخمة البيت والولاد والدروس والمسؤوليات. لا، ما تسيبيش نفسك مبهدلة على طول، لان البهدلة دي نفسها، يعني طول ما انت قاعدة بقى وشك بقى عليه الزيت والزيوت بتاعة الطبيخ وهدومك ريحتها طبيخ وهدومك ريحتها اكل، وقاعدة مبهدلة وواهبة بقى نفسك وبيتك، يعني وهمة نفسك كلك للبيت وللعيال وللطبيخ والمسؤوليات. لا صدقيني انت مش هتديهم حاجة. يعني هتبقي انت مضغوطة، هتبقي بتعملي ده وانت مضغوطة ونفسيتك تعبانة، وبتعمليه وانت عصبية وانت مش مرتاحة. لا، لكن اما هتدي نفسك جزء بسيط حتى لو ساعة في اليوم، لا الساعة دي بتاعتي انا، هقعد اروق على نفسي فيها. اعملي المشروب اللي انت بتحبيه. خلاص خلصتي بيتك وخلصتي طبيخك وخلصتي حياتك، خدي دش كده وظبطي نفسك. آه، البسي حاجة حلوة كده انت بتحبيها. حتى لما تبصي في المراية لنفسك تحسي ان انت راضية عن شكلك. طول ما انت راضية عن شكلك، طول ما انت عندك ثقة في نفسك، طول ما انت حابة شكل نفسك، صدقيني ده بينعكس على اللي قدامك. يعني هينعكس على زوجك، هينعكس على بيتك، هينعكس على حياتك. لكن طول ما انت عندك نقص في نفسك، طول ما انت مش راضية على شكل نفسك، طول ما انت بتشم ريحتك مش راضية عنها، طول ما انت بتبصي على نفسك في المراية، على شعرك، على وشك، على جسمك، على هدومك، مش راضية عنهم، صدقيني هيوصل ازاي لجوزك او هيوصل ازاي للناس اللي حواليك اللي انت بتحبيهم وفارقين في حياتك. آه ازاي هيوصل لهم احساس ان انت حلوة، ان انت واثقة في نفسك، ان انت راضية عن نفسك؟ لا، عايزة تشوفي ان انت فارقة في اللي قدامك، انك انت باينة ان انت حلوة في عين اللي قدامك، لازم ده مش هيحصل غير اما انت تبقي راضية عن صورة نفسك. لازم تبصي في المراية، أ- تبقي عاجبة نفسك، لازم تعجبي نفسك، لازم تعملي كل ده الأول فعلا فعلا. عشان خاطر نفسك، مش عشان خاطر حد تاني. انت لما هتبقي راضية عن نفسك، كل اللي حواليكي صدقيني هيرضي عنك بدون مجهود، بدون، بصي، بدون ما تتكلمي، بدون ما تعملي اي حاجة. ما تهمليش في نفسك، حبيها.
نفسك تستاهل ان هي تتحب. كل ده هيرجع على بيتك وعلى أولادك وعلى المحيطين بيكي وعلى جوزك بصورة غير مباشرة، بصورة غير مباشرة. هنا بقى كنت بعجن طلعتوني من المود. هنا كنت بعجن، كنت اعمل لهم بيتزا. فهنا حطيت ايه، كان هنا هو حوالي كيلو دقيق. حطيتها مثلا في الاول كوبايتين ميه، ودوبت فيهم كيس ونص خميره، ومعلقتين كبار سكر، ومعلقه صغيره ملح، واربع معالق زيت بس. وتفضلي بقى تعجني في العجين كده اهو، طول ما انت بتعجني فيه، طول ما انت بتنشطي الجولاتين اللي جواه، فبتطلع العجينه هشه كده، وبتبقى ليها طعم كده ايه مميز، وبتطلع معاكي العجينة ناعمة كده ايه، و... وبتبقى مخدومة كويس. يعني كل ما تخدميها حلو، وكل ما ايه بتطلع العجينة احسن. هنا بقى انا ما كملتش معاكم الفيديو، قلت ايه بقى عشان ما يطولش معاكم، لاني بقى عملت البيتزا ايه متأخر شوية. هنا خلاص بقى روقت المطبخ وعجنت وظبطت الدنيا، قلت بقى ايه خلاص اعمل كوباية قهوة بقى افوق نفسي بيها. فنجان، ما تزعلوش، كل مرة اقول كوباية قهوة وارجع احطها في فنجان. يعني انا من الناس اساسا اللي ما تحبش تشرب القهوة في كوباية خالص، مش عارفة ليه بقى. يعني ما احبش اشربها غير في فنجان، ما ببقاش مستمتعة ليه مش عارفة. هنا بقى القهوة عشان تطلعوها قهوة مظبوطة صح الصح، دوبي السكر على حسب رغبتك طبعا، ومقدار القهوة اللي بتحطيه في شوية مية صغيرين خالص، لحد ما الاتنين يدوبوا في قلب بعض، ما تبقيش عارفة السكر من القهوة. بعد كده بقى حطي لبن، حطي لبن على مية، انا هنا حطيت لبن. آه وهزود تقريبا شوية مية، تقريبا زودت شوية مية. آه حطي بس، انا تقريبا يعني انا اساسا بحبها بلبن، يعني ما احبش اشربها غير بلبن بس. وحطيها بقى على النار، بس هدي النار خالص، خلي عندك طولة بال، كل ما القهوة كان عندك طولة بال ليها، كل ما كان طعمها احسن.